السلام عليكم. اهلا بكم اعزائي المستمعين، برحب بكم مجددا في بودكاست عالم الذكاء الاصطناعي. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا ومثير جدا، عالم جوجل بارد الرائع. قبل ما نبتدي احب اقول لكم اني عملت فيديو عن استخدام جوجل بارد بالتفصيل على قناتي على اليوتيوب بيتس اند بايتس اي اي. هسيب لكم في الديسكريبشن لينك الفيديو، وكمان هسيب لكم لينك مقالاتي عن جوجل بارد على موقع ميديم. في اوجه تشابه من بارد والتشات جي بي تي، منها ان كل واحد فيهم بتتكلم معاه وتساله وتاخد رايه، ويكتب لك كمان كود، ويكتب لك وصفات أكل صحية، ويعلمك علم نفس، وممكن كمان يطلعك من الاكتئاب اللي انت فيه. وكل واحد فيهم فيه ميزات مهمة. النهاردة نتكلم عن مميزات جوجل بارد. أولا، بارد ببلاش. لو ليك أكاونت جيميل تقدر تدخل فورا على جوجل بارد. بارد بيدعم أكتر من 40 لغة ومتوفر في 220 دولة. كمان بيعرف معلومات لغاية النهاردة up to date، يعني ممكن تسأله عن حاجات حصلت امبارح أو سوفت وير حديث. الاندماج او الانتجريشن اللي بيقدمه جوجل بارد سهل جدا. يعني مثلا بيعمل انتجريشن مع جوجل دوكس، بيعمل انتجريشن مع الجيميل. تسأله عن حاجة بيديلك إجابة رئيسية، وكمان كريم قوي بيديلك معاها 3 إجابات درافت مختلفين بس بيجاوب على نفس السؤال، وانت بقى تختار الإجابة اللي انت عايزها. ايه كمان، ممكن تختار من زرار الفلتر الإجابة تكون أطول أو أقصر، تكون أبسط، تكون رسمية أو غير رسمية أو احترافية. ممكن تعمل شير للسؤال والإجابة أو لكل المحادثة. ممكن تصدرها لجوجل دوكس، ممكن تصدرها لجوجل شيتس. لا، وممكن كمان يقراها لك حسب اللغة اللي هو مجاوبك بيها. ايه كمان شوقتني، لو قلت له اعمل لي مقارنة مثلا بين جوجل بارد والشات جي بي تي، الراجل ما عندوش مشكلة نفسية، بيعمل لك مقارنة وكمان يحط لك المقارنة في جدول شيك تقدر تصدره لجوجل شيتس. تخيل كده انت في المطبخ قدامك مكونات كتير بس مش عارف تعمل بيها ايه، صورها واعملها ابلود لجوجل بارد، هيعملك وصفة، وكمان ممكن تكون وصفة هايلة. يعني هو كمان مساعدك في المطبخ. في ميزة بارزة جدا هي تحليل الصور. تعمله ابلود لصورة يقدر يوصفها لك، يحدد لك الالوان، يستخرج منها النصوص اللي فيها، كأنك بتدي كمبيوتر عيون. ممكن كمان يديلك عنوان للصورة ويكتب لك كمان ابيات شعر عنها كمان، يا عيني. لكن الصراحة ساعات بيغلط ويكتب وصف ملوش دعوة بالصورة خالص. يعني كده ساعات بيخرف، يعني ساعات كده بيكون عنده استباحث. لكن اكيد التطوير شغال للافضل. جوجل بارد زودت قريب خدمة جديدة، لا مش خدمة واحدة، دي خدمات جديدة. بقى يقدر يرد على اسئلة متعلقة باليوتيوب، وكمان جوجل مابس، وكمان جوجل اوتيل اللي هو جوجل للفنادق، وجوجل درايف كمان. ممكن تقول لي وازاي ممكن استفيد من كده؟ اقول لك ده موضوع كبير. يعني مثلا ممكن تقول له انا عايز اسافر القاهرة 4 ايام، هات لي لستة بالفنادق اللي على النيل، واعمل لي كمان يا معلم برنامج رحلات للفترة دي بجدول يومي من يوم 14 اكتوبر لغاية 18 اكتوبر الصبح. عايز اروح 3 اماكن في اليوم الواحد، واتغدى في مطاعم مختلفة، فراخ ومشاوي وكوارع وبيتزا ودلعني كده. لكن لينا تكملة مع الخدمات الجديدة لجوجل بارد في حلقة قادمة. المنافسة بين بارد والشات جي بي تي في صالحنا، لانهم كلهم بيحسنوا من نفسهم، وكمان بيقدموا خدمات جديدة من اجل حياة افضل. تقولي بقى استخدم جوجل بارد ولا تشات جي بي تي؟ اقول لك انا بستخدم الاتنين، مفيش تعارض. كل واحد فيهم قوي في حاجات والتاني اقوى في حاجات تانية. عايز تعرف الفرق اللي بينهم؟ ممكن ان شاء الله في حلقة قريبة نتكلم عن اهم الفروقات. وفي الختام، مجال الذكاء الاصطناعي مش جاي عشان يقعد الناس في بيوتها، لكن عشان الناس تقدر تنتج اكتر وفي وقت اقل. اللي ممكن يقعد في بيته هو اللي مش هيتعلم ازاي يستخدم ويستفيد من التطور الهائل ده. أشوفكم في الحلقة الجاية وموضوع جديد مع الذكاء الاصطناعي، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.